رغم الخسارة ما يمكنش ننتقدوا المنتخب قدّم مقابلات في المستوى. هاد المقابلة ما كانش محظوظ بسبب بعض الأخطاء اللي كانت في بداية المقابلة، وهي اللي خلّات المقابلة تكون صعيبة على المنتخب المغربي، لأنه 3 ديال الأهداف تسجّلات في ظرف صغير. فالهدف الأول مع الهدف الثاني ما كانوش بيناتهم واحد الوقت اللي هو كبير. هاد الأهداف هي اللي خلّات المنتخب الإيراني يتراجع للور، ويعطي المبادرة للمنتخب الوطني اللي كان مستحوذ طيلة المقابلة. فهاد الاستحواذ كان سلبي على المنتخب الوطني. المنتخب الإيراني منتخب قوي، منتخب متمرس، منتخب مصنف مزيان، منتخب لعب معانا بزاف ديال المقابلات واستطاع باش يهزمنا، استطاع باش يتفوق علينا في عدة لقاءات. فالمقابلة الأخيرة اللي لعبنا معاهم في الدور الأول اللي هي كانت 2-2. ف البداية ديال المقابلة كانت ماشي هي هذيك، ماش كانتش في المستوى. فالمنتخب الإيراني القوة ديالو كاينة في الحارس ديالهم، حارس كبير، حارس تبارك الله، حارس ممتاز. كنتمناو التوفيق للمنتخب ديالنا في القادم إن شاء الله، في الاستحقاقات القادمة إن شاء الله بحول الله. فما يمكنش لنا ننتقدوا هاد اللاعبين أو ننتقدوا المدرب، فلاعبين قدموا الشيء الكثير للمنتخب، والمدرب تا هو قدم الشيء الكثير للمنتخب. فما علينا إلا نصفقوا ليهم وإن شاء الله، ونتمنوا ليهم إن شاء الله التوفيق في قادم الاستحقاقات إن شاء الله بحول الله.